السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا جدا. انا شيماء عادل. لو اول مره ليكم في قناتي ما تنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. النهارده بقى هنعمل صينيه جاتوه كده ببيضتين اتنين بس. مكوناتها سهله جدا جدا، طعمها حلو قوي، غنيه، طعمها جديد ومختلف، هتعجب ولادك جدا جدا، وسهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات. يلا بينا بقى نشوف طريقه صينيه الجاتوه الحلوه دي ازاي. هنسمي الله، وفي بوله بقى كده نجيب كوبايتين من الدقيق. ندخل الدقيق بقى باي مصفى عندنا كده كويس قوي، ونحط عليه معلقه من البيكنج باودر، وننزل بقى عليهم بذره الملح بتاعتنا، ونقلب المكونات الجافه دي ونحطها على جنب. ونيجي بقى في الخلاط بتاعنا، كل الوصفه بتاعتنا النهارده في الخلاط. نزلت بكوبايه من اللبن، عليها كوبايه من السكر، وكوبايه الا ربع من الزيت. ممكن الزيت تستخدميه في الاخر، يعني تنزلي بيه حبه حبه كده في قلب الخلاط وهو شغال. هنا بقى معايا باكت من الكريم كراميل، باكت دريم. بيجي معايا الباكت اللي هو فيه الكراميل اللي انا حطيته دلوقتي في التلاجة، وده باكو الكريم كراميل. نزلت بيه بقى كده كله في الخلاط، باكت واحد بس. وبعد كده هضرب الخليط ده كويس قوي في الخلاط لحد ما السكر ينعم جدا والخليط هيتقل معايا قوي. اخد بقى منه كوبايه حلوه كده مليانه على جنب، احطها في التلاجة في الوقت ده، وارجع للخلاط بتاعي انزل فيه بيضتين فقط، وعليهم رشه فانيليا سايله كده ريحتها حلوه جدا جدا. ونزلت بنص معلقه خل علشان البيض. وبعد كده بنزل بكل الخليط ده فوق الدقيق. شفتوا بقى مفيش اسهل من كده. كده الكيكه بتاعتنا بقت جاهزه. الخليط نزلته فوق الدقيق، وابدا بقى بالمضرب كده اخلي المكونات تتجانس كويس قوي قوي قوي. وبالسباتيولا بنزل اي دقيق موجود في الاحرف كده بتاعه البوله بتاعتي، بحيث ان ما يبقاش فيه اي تكتلات دقيق، وكمان ما يبقاش فيه دقيق ما اتخلطش معايا كويس. بتاكد كده ان كل الدقيق اتخلط معايا كويس قوي، ضربتين بس كده بالمضرب. وبعد كده ببدا اجهز الصينيه بتاعتي. ممكن تدهين الصينيه برشه زيت كده وتبطنيها بالدقيق. ممكن لو هي بايركس او تيفال او جرانيت رشه زيت فقط لا غير. وبعد كده هننزل بالخليط بتاعي ده في قلب الصينيه زي ما هعمل دلوقتي بالظبط. بس بوريكم ده السمك بتاع الخليط بتاعي. نزلت بقى بكل الخليط كده في الصينيه بتاعتي. وبعد كده هبدا اخبط الصينيه كده بالراحه بسيط، بحيث ان الخليط ده يتوزع معايا. باي حاجه عندك بقى رفيعه كده ببدا اطلع الفراغات الموجوده في الصينيه، وبدخلها الفرن. يكون طبعا مسخناه من قبل ما ادخلها بحوالي 10 دقايق على الرف اللي في النص. بتقعد حوالي نص ساعه وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا سبتها تبرد علشان اقدر احط عليها بقى الصوص ونكمل شغلنا فيها. بالخله بقى كده بدات اخرمها، بعمل فيها خروم كتيره كده. ومعايا بقى كوبايه من اللبن الدافي، حط عليها 3 معالق من السكر. ممكن تحط سكر بودره وممكن سكر حبيبات، بس اتاكد انه داب كويس قوي. وهبدا اشرب بيها الصينيه دي. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي تاخد لحد كوبايه ونص مليانين من اللبن. ممكن تحطي معلقه قشطه جاهزه لو موجوده عندك في قلب اللبن ده. ممكن تحطي معلقه كريمه. الكيكه وقتها بتتشرب منها وبتبقى غنيه كده وطعمها حلو قوي قوي بجد. انا كده حولت الكيكه العاديه اللي احنا عاملينها لاحلى جاتوه ممكن تشتريه. كوبايه الصوص بقى فاكرينها اللي احنا شلناها في الاول وحطيناها في التلاجة. طلعتها بقى كده. طبعا يفضل ان الكيكه تكون بارده خالص علشان الصوص يبقى ما يسيحش فوقيها كده ويفضل متماسك، ما نلاقيهوش كده مال على جنب وفي جنب ما فيهوش. وزعته بقى كده بالمعلقه كويس قوي فوق في الصينيه كلها. وبعد كده بقى ده كيس الكراميل اللي احنا شلناه من الاول من الباكت، كنت برضو حطيته في التلاجة. فتحت فيه فتحه صغيره كده من جنب، وبدات اعمل خطوط. ممكن تعملوا خطوط بالطول بالعرض. الكراميل ده الكيس ده ما شاء الله ممكن يعمل لك صينيتين، لانه احنا بس بنزين بيه فوق كده. بعد كده بقى بالخله بتاعتي بدات اعمل خطوط رايح جاي كده عشان يدي الشكل الجميل ده. طبعا ممكن تعملي اي شكل انت حباه كده. بس صينيه الجاتوه بتاعتنا بقت جاهزه ما شاء الله، اللهم بارك. شكلها حلو قوي وطعمها احلى بكتير. بدات اقطعها بقى كده، هي بارده معايا. فالصوص ماسك نفسه كده، مسحش عليها، والكراميل مظبوط، طعمها خطير. هكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان ترجعوا لها. بصوا بقى اللهم بارك، لونها فاتح، طعمها حلو قوي، جديده ومختلفه. والصوص بتاعها ده خطير. صوص الكراميل ده حلو قوي قوي، يستاهل انك تجربيها دلوقتي حالا.
بصوا اللهم بارك. لما سقيناها باللبن بقت طريه قوي قوي، بقت بجد تورته. طعم الجاتو طعمها حلو جدا جدا، غير الكيكه العاديه وكيكه الشاي اللي احنا بنعملها العاديه خالص. جربوها بالطريقه دي وما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وهل عجبتكم ولا لا، واول مره تعملوها ولا عملتوها قبل كده. والسلام عليكم ورحمه الله.